نعطيك ان شاء الله كروكيت بالبطاطا. اييه. انت فيه 600 غرام ديال البطاطا مسلوقه، كديري 70 غرام ديال الزبده، 3 ديال البيضات، شويه ديال الملح، البزار وكوزه محكوك، غير شويه ملح خفيف. المهم كتاخدي البطاطا هي الاولى كتشديها كتسلق هي الاولى، من بعد كتشديها كطحنيها بالطحانه اليدويه، كتضيفي ليها 70 غرام ديال الزبده، وكتضيفي لها 3 ديال الصفابيض، كتضيفي لها شويه الملحه، شويه البزار وحكه ديال الكوزه. كتخلطي كلشي مزيان. من بعد يا اما كتاخدي بوش يا اما كتاخدي بلاستيكه كتقطعي ليها الراس تكون شويه غليظه، المهم كتخرجي بودانات يكونوا شويه غلاظ بحال تقريبا من الذره تاع العصا هكا يكونوا شويه غلاظ. المهم كتشديها كديريها في البلاطو وكتفرشي شي بلاستيك ولا شي حاجه باش ما يلصقوش. المهم كديري بودانات يكونوا تقريبا واحد 30 سنتيم هكا كلها. المهم كتحطيهم كاملين، من بعد كتخرجيهم من الفريكو واحد ربع ساعه غير بما شدوا في راسهم. المهم كتخرجيها كتقطعي صبيعات يكونوا واحد 4 سنتيم هكاك، كتقطعيهم بالموس. من بعد ما كتقطعيهم كتفنديهم في الطحين، كديريهم في ابيض البيض، من بعد كتفنديهم في لاشابليغ. لاشابليغ ممكن تنسميها، كديري فيها تقدري تديري فيها شويه الملح، شويه البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الثومه محكوكه، الثومه غبره. المهم هادشي الا بغيتي، ما بغيتيش تسخني لا فعلا كتجي من السما كتجي لذيذه اكثر. صافي من بعد كتشديهم عاد. المهم كتشديهم كتديرهم في المقله. بالنسبه للمقله كديري الزيت وكديري فيها واحد شويه ديال الخل باش ما كتلصقش. هذه النصيحه بالنسبه للحوت ولا اي حاجه كتقليها، ديري واحد شويه الخل ما كيلصقش المقله، ما كتبقاش تلصقي. يعني في الزيت نديرو شويه ديال الخل، واحد القطعه تاع كتخليها حتى كتسخن ديك الزيت وكتحيد هذيك الكشكوشه حيت كتبقى شويه كتبقى. المهم من بعد صافي عاد باش كدير الكروكيت ديالنا كتقليهم من الجوايه بجوج، ولكن ما نقولش راه كيجيو لا في المذاق ولا في المذاق كيجيو رائع. اييه. هما صراحه ديك كروكيت ممكن نديروهم على مائده الفطور، وممكن حتى الامهات بالنسبه كنعرفون انه مع